كان طفلا صغيرا بريئا يلعب مع إخوته في البادية، وفجأة جريوا الأطفال يصوتوا: الحقينا يا حليمة، محمد اتقتل. خرجت حليمة تجري، قلبها بيترعش. شافت النبي صلى الله عليه وسلم مرعوب، وجهه شاحب. مسكته بإيديها وقالت له: إيه اللي حصل يا محمد؟ قال لها بهدوء مذهل: جاني رجلين، فتحوا صدري وخرجوا قلبي وغسلوه ورجعوه تاني. تخيل، قلب النبي صلى الله عليه وسلم بيتطهر وهو طفل. قلب لازم يكون أنقى قلب عرفته البشرية، علشان يشيل الرسالة ويفيد بالنور. وعلشان كده من أول صغره ربنا بيطهره. ومن بعد الحادثة دي خافت حليمة عليه وقررت ترجعه لأمه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، لبيت أمه آمنة. لكن لحظة الفراق كانت صعبة جدا على قلب حليمة. لو حسيت إنك محتاج تطهر قلبك، شوف قصة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية.